السلام عليكم إخواني، أسعد الله مساءكم، أهلا وسهلا بكم جميعا. إخواني الأعزاء، إخواني الأبطال السوريين، الله يسعد لي مساكم. وعندي خبر لكم كتير كتير حلو. طبعا تأكدت منه حاليا هذا الخبر، وموجود طبعا بكل السفارات الدول العربية والأجنبية. سفارة سوريا، القنصلية اللي بسوريا سلطنة عمان، أعلنت حاليا لجميع السوريين كل شيء منتهي جوازه. آه، تجديد 6 أشهر مجانا. يعني كل واحد منتهي جوازه وبده يجدده حاليا، بيجددوا له اياه مجانا 6 أشهر. وكمان قنصلية تبع الإمارات بدبي كمان أعلنت بتجديد الجوازات 6 أشهر مجانا. طبعا مبروك لكل السوريين، ومبروك الانتصار، ومبروك عليكم وعلينا. وطبعا هلا أي واحد عنده جواز بده يمدده راح يتمدد حاليا 6 أشهر. ليش بده يتمدد 6 أشهر؟ لأنه حاليا بده يتمدد 6 أشهر لاستلام الحكومة جديدة. لما بصير استلام الحكومة جديدة، هون بصير جميع الجوازات السورية تتمدد مثلا، أو بينعطى جواز جديد، أو بيغيروا الجوازات. لحد الآن ما معروف شو الترتيبات، او بيضل يلي عنده جواز ومجدده اول سابق و6 سنين بيضل صارم المفعول لحد ما ينتهي بتبدل الجواز. حاليا سوريا عم بتمر بحكومة انتقالية، بوضع انتقالي جديد. بهيك حالة اخواني كل شيء عنده حاليا جواز سفر منتهي، التوجه لأقرب قنصلية بسوريا، عفوا بالبلد المقيم فيها، وراح يجددوا لك اياه 6 أشهر مجاني بدون ما تدفع لا 800 دولار ولا 300 دولار ولا 400 دولار. ما عاد هالموضوع هذا كلياته. طبعا هلا اخواني اغلب السوريين بس تصير الحكومة انتقالية الناس راح تفرح مزبوط عن جد، وراح يصير تغيرات كثيرة بسوريا. وعندي احساس انه راح تصير سوريا احسن من اول مليون مرة. وطبعا الموجودين باوروبا حاليا السفارات كمان عم بتجدد هالموضوع هذا 6 أشهر لحين استلام النظام الجديد. يعني ما في غير تاخذ الجواز تبعك وتروح على السفارة، وراح يعطوك مدة الجواز 6 أشهر مجاني. أما إذا بدك تقدم على جواز جديد حاليا ما في جواز جديد، تمديد فقط 6 أشهر. وأي حد طبعا حاليا بده يجدد جوازه بتجدد فقط 6 أشهر مجاني. بدك تقدم على جواز جديد حاليا ما في تقديم على جواز جديد لحين، برد وكرر، لحين الانتقال الى حكومة جديدة. لحد ما تستلم الحكومة الجديدة بصير التمديد واعطاء جوازات يمكن جديدة على ما اعتقد. وهذا هو الخبر المفرح، والف مبروك للجميع، والله يسعد لي مساكم. ويا ريت الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس مشان يوصلكم اول باول الاخبار الجديدة
والله يسعد لي مساكم، ومبروك لكل سوري شريف على وش هالدنيا كلياتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.